السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي إن شاء الله. اللي أول مرة تشوف قناتي ولا يشوف قناتي متنساوش الاشتراك وتفعيل جرس التنبيه وإعجاب. اليوم جبت لكم وصفة العسل بطريقة سهلة وناجحة. عسل اللي يجي في كيكوطة نخدموه في الكيكوطة. وحنا واش نحتاجو في المقادير؟ نحتاجو 4 كيسان تاع سكر، يعني 4 كيلات سكر مع 2 كيسان تاع ماء، يعني 4 كيلات سكر مع 2 كيلات تاع ماء. نحتاجو ليمون ونحتاجو الشب. نحتاجو كمية قليلة. الشب ينباع عند العشاب، تمشي عند العشاب قولي له الشب يعطيك الشب. ونحتاجو كوكوط بيان سور، خاطش هاد العسل غادي نطيبوه في كوكوط. هاد الوصفة بزاف ناجحة، وكما قلت لكم الشب ديروا حاجة قليلة بزاف. والسر تاع الشب هو انه ما يخليناش العسل تاعنا يتسكر، خاطرش كاين العسل في الاول تخدميه يخرج لك عسل، كي تحيديه كي تحيديه زعما في الفريجيدير وتجبديه تجبريه سكر. الشب يمنع هذاك الشيء. هنايا على نار قليله وكيكوطه ثقيله نديرو نص كاس تاع السكر، ونغلقو الكيكوطه ونخليوه هداك السكر يولي كراميل. هذه كمرحله اولى. وهاد العسل ان شاء الله نخدمو هذا بطريقه اقتصاديه، غادي تربحي زعما قوطي صغير يدير 7000. هذه كميه درنا غير شويه غادي تخرج لنا بزياده. شوفوا هنايا السكر كش ولا لنا كراميل. كما قلت لكم على نار قليله، خاطرش لا درتي على نار قويه الكراميل تاعك ينحرق ويجي مر. الور العسيله تاعك كامل كومبلي تجي مره. دوك ما كيما ديري بها تقيسيها. دونك النار خاص تكون قليله. هنايا نزيدو نحطو كاع هذيك الكميه تاع السكر. والحاجه الزوجه، الا ما عندكش الليم وما عندكش الشب غير ما تشقيش ديري الوصفه لخاطرش ما تنجحلكش. هي سيفري ساهله بصح خاصك تتبعي التقنيه مليح باش تخرج لك. كما قلت لكم حطي كامل السكر. ان شاء الله هاد العسيله غادي نخدموا بها وصفات بزاف. نحطوا هذوك الزوج كيسان تاع الماء ونحطوا الليم نص. انا درت نص. والشب ماشي دروك نحطوه، دوك من بعد نوري لكم فيك نحطوه. دوك نخلطوا بملعقه الحطب، نخلطوا جميع المكونات تاعنا ونغلقوا الكيكوطه تاعنا. فوالا على نار قليله دائما نغلقوا الكوكوط تاعنا ونديروا داك البوشون تاع الكوكوطه ونغلقوا عليها ونخليوها فوق النار. ان شاء الله تنجحوا فيها يا ربي. فوالا شوفوا النار راني دايرتها قليله ونخليها طيب على غرضها كما يقولوا. فوالا شوفوا هنايا من بعد شوفوا دوك المكونات كاع كي من بعد اللي طابت شوفوا كيفاش جات. شوفوا كي راه الشكل تاعها والقوام تاعها. في هذه المرحله عاد نزيدوا الشب. والشب شوفوا نزيدوا كميه ضئيله جدا قليله. هنايا كاين السر. هنا العسل، هاد العسيله لا بغيتي ديريها باش تعسلي بها الكاطو كما مثلا الجلجلانيه او المقروط ولا الكريوش، خليها فوق النار تزيد تغلي حتى تتقال. الا بغيتي ديريها في الطمينه ولا السلو ولا الروينه، هاد الصوالح يحتاجوا العسيله تكون شويه مخففه ما تكونش مركزه بزاف. هنايا انتي كيفاش راكي باغيتها لواش ديريها. فوالا هذه هي العسيله تاعنا. دوك حنايا حتى تبرد، دروك راها سخونه حتى تبرد عاد نشوفوا القوام تاعها نيشان.
فوالا هنايا خليتها غير شويه قاعده دافيه. شوفوا كيفاش راها عسيله وعليها الكلام كما اللي تنباع ولا خير عاداتك. انا جاتني خير. فوالا هنايا من بعد اللي تفاتح شويه ونحطها في بوقال محكم الغلق هكا باش نحيدوها في الفريجيدار. تتحيد في الفريجيدار. ان شاء الله يا ربي تنجحوا فيها. تتبعوا المراحل وتتبعوا الطريقه كيفاش درت تتحصلوا على اروع عسيله. هنا شوفوا 4 كيسان. هاد البقال كبير هنا غير ما راش يبان لكم بالتصوير. 4 كيسان تاع عسل عطاتنا ما شاء الله. يعني مابا داك السكر مابا ماشي كيلو بالك كون حسبه رطل. حنا كيلو تاع السكر يدير 7000. سما وصفة اقتصادية تجي رابحة تجي رابحة في لافير. فوالا هذه العسيلة تاعنا جاهزة. ان شاء الله نديرو بها وصفات. شوفوا القوام تاعها جا ما شاء الله. هيا ما تنساوش ديروا لي اشتراك والاعجاب خاطرش مانيش نشقى غير هكاك. وبارطاجيو لا فيديو مع صحباتكم هكا باش تعم الفائدة. شوفوا ديك العسيلة جات ما شاء الله. فوالا هذا هو الفيديو. ان شاء الله نكونوا خفاف عليكم. فرجة ممتعة وفي امان الله والى اللقاء.